الخضار البيضاء السردين كان 5 دراهم في السوق ديال الجله ولا 5 دراهم و50. ثمن خيالي بزاف. السردين واصل 400. خذ انا اش خاصك؟ خذ اختي الفريال. يلاه المرا قلنا لها الفريال مشات، بعد ما غنبيعو نشريو حنا. المسؤولين في الحكومه المسؤولين يفيقوا من الناس. الشعب راه عاق غادي اللي يمشي فوضى. الشعب راه تاعر ولا كياكل بشنابو ولا كمل اللحم ديالو غيدور بنادم. المواطن الا كمل لحمه في الماكله راه غيدور شي واحد ياكلو. ويعاود عندنا الجهل. الرجل ايامات السيف والدرقه من بكري. هذا الحكومه خاصها تتحرك. ثمن خيالي بزاف. السردين واصل 400. البطاطا ولا دايره 5000، الدنجان داير 300 ريال الكيلو، الفلفله 300، البصله دايره 300. حنا بغينا نعرفوا واش عندنا شي مسؤولين في هذه البلاد ولا اللي شي جبار الكاري كيشير على خوه. السنه خسر 400 ريال. يلا تلاش عدد المواطنين 400 ما فحالهاش. يلا قول الناس كوا هاي يا هربات كاع وتحشم يدوي بنادم راه يحشم يدوي. وانا وليت عايش على القدره الالهيه، راه ما معايا حتى شي مسؤول. المسؤولين عندنا رجالو راه كيضاربوا على المناصب. اش قادر المواطن خدام 60 درهم 70 درهم والبصله دايره 300. اش قادر يدير المواطن؟ راه ما يقدر يديرها قد ما يقوز راسو. هما شا وصلت لعندهم تقبعات العدم ما بقاش تلقى فين تشع. اللي تابع البارح التصريحات الحكوميه او المجلس الحكومي اللي انعقد يوم الخميس يفقد الامل في الحقيقه، وغادي ينطبق علينا المثل المغربي اللي كيقول حزموني ورزموني وما تعولوش عليا. الحكومه خرجت وحطت وراقها لنا كاملين كمغاربه وقالت لنا ما قادراش او فشلت في مواجهه موجه الغلاء اللي كتعرفها مجموعه من الخضر والفواكه. ما الفواكه كاع ولا الطرف في الحقيقه كنتكلموا غير على مطيشه والبصله وخيزو والفلفله وغيرها من الخضر اللي كانت من الضروريات. اليوم الحكومه اللي احنا معولين عليها باش توجد حلول قالت على انها فشلت، واكثر من هذا وذاك. النكته ديال القرن او النكته ديال 2023 هي على انها صرحت على انها ما كتعرف لا المضاربين ولا الوسطاء، وقيل بغات نحن نعاونوها ونعرفوها شكون هاد الوسطاء والمضاربين، او بغات على ان الجنون ولا الشياطين اللي متسلسلين في هذا رمضان هو اللي يهدوها سواء السبيل. على كل اليوماتيه بغيت نقول على انه اللي تمعن جيدا في المشهد السياسي اليوماتيه في المغرب يعرف على انه لا يحتاج الى فكر والى دراسه والى تعمق على ان هذا المشهد اليوماتي هو مشهد بئيس جدا، وعلى ان هذه الحكومه هذه سقف التطلعات اللي عطات للمغاربه يبان الحمله الانتخابيه ديالها باينه على انها ما قدرت حتى تحارب الجشع ديال الوسطاء والمضاربين اللي هي كتعرفهم واللي معروفين لدى المغاربه كاملين. فما بالك ان على انها تحقق السقف ديال الطموحات اللي رفعته واللي قالته اللي احنا ما باغيين نكرروا اليوماتيه لانه ماشي المناسبه ديالو وكنعرفوه كاملين، ولكن الجواب بان من عنوانه وبان اليوماتيه على اننا امام حكومه في الحقيقه فاشله، حكومه كتتغنى بالانسجام ديالها ولكن ما كاين لا انسجام لهم يحزنون لانه اليوماتيه تبخرت هذه الحكومه ولم نعد ما لقينا لها حتى شي اثر في الواقع. اليوماتيه المغاربه كيتضاربوا في الاسواق على رؤوسهم، كيتقاتلوا في هذا الشهر الفضيل مع الغلاء ديال المواد الغذائيه والغلاء ديال الخضر والغلاء ديال ايضا ديال فواتير الماء والكهرباء. يعني بالعربيه تعرفت المواطن تطحن جيبه القدره الشرائيه رجعات لتحت الصفر، ماشي غير بالنسبه للدراوش اللي ما عندهم دخل ولا بالنسبه للضعفاء ولا المساكين ولا الطبقات الهشه، ولكن ايضا بالنسبه حتى للطبقات المتوسطه. اذا اللي معولين عليه هي الحكومه اعلنت فشلها وقالتها، ماشي انا اللي قلتها، قالت على انها لا تعرف أين يوجد الوسطاء ولا المضاربين وعلى أنها فشلت في محاربة الأسعار. ماذا يعني ذلك؟ يعني على أنه اللي فشل بشي حاجة خصو يحط السوار ويقدم استقالته، لأن هذا جزء من فشل عام. اليوماتيا حنا راه ما كنطالبوش الحكومة باش تعاون معنا غير في الشهر وتطحن 11 شهر، راه كنقولوا للحكومة على أنها يجب أن تأخذ بالاعتبار البرامج والوعود اللي رفعتها. كاين اللي قالنا غادي يعطي 2500 درهم، كاين اللي قالنا 5000 درهم، كاين اللي قالنا غادي يزيد هنا، كاين اللي قالنا غادي يزيد هنا، وكاين اللي قالنا غادي يسقف المحروقات، وحتى شي واحد من هؤلاء ما دار حتى شي حاجه. اليوماتيه اليوم الحكومه واقفه بموقف المتفرج والمغاربه يتطاحنون في الاسواق ولا هم لهم ولا حديث لهم الا عن الخضر والفواكه، عن خضر من الفواكه ما كايناش، عن الخضر عن بطاطا وعن مطيشه وعن البصله وعن كل شيء. للاسف الشديد انتقلنا من الحديث عن قضايا كبرى كتهم البلد ديالنا الى القضايا ديال الكرش اللي يخليها وديال الماكله اللي كاع ما كان حد يشد اخبارها، لان تحصيل حاصل. اليوماتيه لم سقف النقاش مع الحكومه كنقولها انزل لمستوى الحضيض
لانه في الوقت اللي نحن بغينا نتكلموا على حوايج اخرى وعلى استراتيجيات اخرى ونواجهوا القضايا الاستراتيجيه ديالنا وقضيه الصحراء والاعداء ديالنا اللي كيتربصوا بنا من كل جانب والتصريحات المنايه هنا وهناك، اليوم رجعنا كنتكلموا غير على مطيشه وعلى البصله وجماعتنا عاد تلا على البصله وعلى مطيشه. شوف مع هذه الحكومه فين تدلنا النقاش، ولكن انا كنقولها وكنأكدها وليس سرا غريبا، لانه اللي ما قد يعرف شكون كيجيب الغازوال من روسيا ويبيعوا للمغاربه بواحد الثمن مرتفع جدا وكيشري بثمن منخفض، ما ولا يقد يعرف ايضا شكون كيطلع ثمن الخضر والفواكه وشكون كيحتكر وشكون كيصدر وشكون غيره.